صباح الخير عليكم جمهور برنامج فكرة، واهلا بيكم في حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. اعاد الله عليكم باليمن والخير والبركات، وكل سنة وكل ام طيبة، ويا رب كده نشوف كل امهاتنا معانا دايما وما يحرمناش منهم، وكل سنة وانت طيبة يا امي. طبعا قبل كل حاجة احب ارحب بزميلي الاعلامي الاستاذ محمود الشاعر. ازيك يا محمود؟ يا مروه، عامله ايه؟ استاذ دي كبيرة شوية صح؟ طبعا. في البدايه طبعا حابين نقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. طبعا ربنا يعيده علينا دايما بالخير واليمن والبركات. وطبعا رمضان السنه دي جاي متزامن مع عيد الام. كل عيد ام وكل ام مصريه طيبه وبخير. واحنا في البدايه معانا ايه النهارده يا مروه؟ قبل اي حاجه طبعا عايزه اقول ان دايما احنا برجع اقول ان شعارنا، ان فكرتنا النهارده مستقبل بكره. وانا لما اخترت الشعار ده لان طبعا النجاح بيكون صعب، والفكره دايما لما بتتحدد بيمشي البني ادم عليها بقيه حياته. معانا النهارده حلقه مميزه ومختلفه، بالذات ان احنا طبعا داخلين على شهر رمضان وداخلين على الاحتفالات والاعياد، وكمان بتكون فيها افراح واعياد ميلاد، مناسبات كتير. من خلال المناسبات دي دايما بنلاقي الناس بقت عايزه تعمل افكار مختلفه، افكار مجنونه، افكار كده مترقعه. معانا النهارده الويدنج بلانر الجميله روفا. هقول لك يا روفا، بلاش رفايده. عامله ايه؟ منوره الاستوديو. لا، وعايزاكي تعلي صوتك. ده نورك يا حبيبتي. عايزاكي بقى تعرفي كده الناس الاول يعني ايه كلمه ويدنج بلانر؟ يعني المسؤولة عامة عن الأفراح من الألف للياء علي صوتك بقى. من الألف للياء، تمام. مسؤولة عن الأفراح والمناسبات. يعني انتوا بتبقوا مسؤولين عن ان انتوا تعملوا الديكور والديكوريشن للمكان، بتختاروا الالوان صح؟ وبتصمموا كل حاجه عامة عن الكراسي، النور، الكهرباء، يعني من الألف للياء. تمام، يعني كل حاجه ليها علاقه بالالوان والديكور كله. تمام. انت عارفه انا بحب ايه كمان؟ الحاجات اللي هي بتبقى في الناس الستات اللي هي بتبقى والده في المستشفيات. الحاجات دي كمان انتوا بتصمموها صح؟ بتبقى جميله قوي، بتعجبني بصراحه. تمام. هو احنا طبعا لو جالك شغل مثلا، حد طلبك في محافظات او حاجه، مكان بعيد عليكي، هل بتروحي تعملي الشغل ولا يعني شغلك مقتصر على اماكن معينه؟ لا، احنا عامه متوفرين في كل مكان الحمد لله. يعني انتوا موجودين في معظم المحافظات وكل مكان بتقدروا تغطوه، مفيش اي مشكله في ده. أيوة. تمام. احنا طبعا يعني انا عايزه اعرف منك كمان حاجه. هو انت ازاي اصلا حبيتي المجال ده او دخلتي فيه، او عرفتي ازاي ان انت محترفه فيه؟ بصراحه يعني انا لقيت نفسي فيه، ان انا بقدر ارسم البسمه على وجوه الناس. الفينش النهائي بتاع الديزاين عامه بيفرح نفسه وبيدي بهجه للمكان. بس ايوه، ما هو انت ازاي اساسا لقيتي نفسك ان انت بتحبيه؟ ما هو ممكن يكون البني ادم بيحب حاجه بس مش عارف ان هو محترف في الحاجه دي. ايوه طبعا. هي جت كده، يعني انا بصراحه كنت زعلت شويه، تمام. فقررت ساعتها ان انا يعني ما اقفش عندي مكاني، ان انا اعمل حاجه لنفسي، اثبت نفسي في المجتمع عامه. فعملت بيدج للشغل بتاعي، وتاني يوم بالظبط اخدت اوردر لشغل. تالت يوم اخدت بارتي الحمد لله. دي رساله لكل الشباب ان احنا ما نقفش في اي حاجه، هتقع ارجع قوم تاني يا جماعه. انت بداتي المجال طبعا من بقالك كذا سنه ولا بقالك؟ لا، انا بقالي سنه وداخله في سنه ونص الحمد لله. واحنا طبعا في البدايه يعني عايزين نهنيكي ونبارك لك على المكان. كان ليكي طبعا، شفت ليكي مكان تم افتتاحه صح كده؟ امبارح. الله يبارك فيك. ده مكتب خاص بيكي صح كده؟ تمام، الف مبروك على المكان. الله يبارك فيك. كل المكاتب وكل الفروع وفي كل المحافظات. على فكره يا جماعه، روفا من اكتر الناس اللي انا بثق فيها جدا جدا، ومن اكتر الناس اللي انا بحبها، لانها كمان عملت صور بتاعه عيد ميلاد بنتي. عايزه اشكرك على فكره، عجبت كل الناس اللي جت بجد وكانت جميله، يعني بتتميزي عن كل الناس بامانه والله. تناسق الالوان طبعا تناسق الالوان مهم جدا في المناسبات يا مروه طبعا صح كده؟ طبعا. كل مناسبه طبعا بيبقى ليها اللون الخاص بيها صح كده؟ صح. يعني احنا مثلا في مثلا رمضان غير العيد ميلاد، غير مثلا الافراح، صح مظبوط كده؟ طبعا. ولا احنا بنختار على حسب ما العميل عايز؟ لا، هو انا عامه بديلهم رايي في الاول،
وفي معظم الناس بتسيب لي المجال ان انا اختار، مم. ومعظم الناس انا مثلا اقول لهم ايه الاحسن، يقول لي خلاص انت فاهمه في الشغل ف صمم. تمام. المجال ده يعني قررتي تخشيه بناء على ان انت مثلا نجحتي في حاجه عملتيها لحد عندك معارف او اصدقاء او كده، ولا الموضوع جه مثلا في الاول كبزنس على طول؟ انا لا محتاج هو اعمل بيزنس بصراحه، فهخش في المجال لا ده. هي بصراحه جت ان انا عملت لحد قريبي ديزاين بتاع اسبوع وكده، تمام. فانا بصراحه ما كنتش متخيله ان انا هعمل كل ده لوحدي، لان اليوم بيبقى مسؤول منك انت، من الالف للياء ليك انت بس. تمام. ف يعني انا فرحت بجد يعني انا. طب هي الزباين اكيد مش كل الناس بتكون يعني كويسه، بتلاقي ناس متعبه، وممكن ان انت تعملي ديزاين يقولك لا انا ما عجبنيش الديزاين ده. حصل معاكي ولا لا؟ اكيد طبعا، هو حصل معايا كتير طبعا، وطبيعي في اي شغل ان احنا نقابل ده، بس يعني دي حاجه ما تخليكش توقف. ايوه بس انت اللي بقى بتختاري اصلا اوريدي، يعني انت مثلا بتشوفي المكان فعلى اساسه انت بتختاري اصلا الديزاين، بتقولي انا شايفه ممكن مثلا يكون ده حلو عليه، ولا بتسيبي الناس مثلا اول ما تدخلي تقولي لهم حابب ايه؟ لا انا بروح مثلا قبلها بيوم او فتره اشوف المكان محتاج ايه، وبعرض عليهم اقول لهم مثلا هنعمل كذا. على فكره الصور الصور بتاعتك بتتعمل، معروضه على الشاشه، السيشن بتاعك كل حاجه ان شاء الله حلو جدا. حبيبي تسلميلي. كملي. فانا بدخل فبقول لهم الديزاين عامه ده ينفع ايه، فهم طبعا يعني في ناس تقول طب مفيش حاجه تانية تضيف حاجه من عندها هكذا يعني. انا سبتك تعملي اللي انت عايزاه، ما أهو. اتكلمتش. ده طبعا بتبقى اذواق في الاول وفي الاخر، بس أكيد. هل مثلا يعني الايام دي الناس بتختار الوان معينه؟ هل الناس بتحب تميل الى الالوان المترقعه اللي تعمل لفت للنظر جامد، ولا الناس مثلا لسه يعني ليها ذوق كلاسيكي شويه؟ يعني النهارده الموضه رايحه فين، او الناس عايزه ايه؟ لا هو عامة يعني معظم الناس بقت منفتحة شوية، اللي هي عايزة ألوان مترقعة مم. طبعا، وحتى برضو اللي بيميل للكلاسيك برضو ان هو عايزين برضو ألوان، يعني عايزين الألوان الوان بتبقى مبهجة مودرن مع شوية، كلاسيكي. أو الألوان بتبقى مبهجة شوية فبتدي منظر كويس جدا للمكان. تمام. بس انت بتفضلي اصلا ايه في الطبيعه، او بتشوفي ايه اللي بيليق على كل مناسبه؟ يعني عامة بحس ان الأبيض عامة وداخل فيه شوية ألوان صغيرة كده ده حلو جدا، يعني مريح مش جدا بتحبي ان للمكان. انت تعملي الوان مبهرجه اللي هو الوان كتير لا في في بعض؟ لا. معظم المناسبات، يعني في معظم المناسبات بتبقى فعلا محتاجة الألوان المترقعة دي، انما في المناسبات قليله بتبقى محتاجه ابيض جولد هكذا. وانت بقالك كام سنه اصلا في المجال يعني ده؟ انا بقالي سنه وداخله على سنه ونص. تمام. والناس طبعا لو عايزه توصل لك وتتعامل معاكي وكده بيبقى عن طريق الفيسبوك وارقام الواتساب، أيوة. ولا بيبقى لينا المكتب معتمدين عليه اكتر، ولا الموضوع لا بيمشي هو ازاي؟ عامه المكتب شغال والفيسبوك شغال برضو، طبعا والأرقام ارقامك شغالة. هتنزل على الشاشه هنا معانا. ارقام استاذه رفايده اللي حابب يتواصل معاها، عايز يعمل حفله، عايز ينظم حاجه مناسبه عنده، طبعا ارقامك هتنزل للناس ويقدروا يتواصلوا عن طريق الواتساب. تمام. تمام. صح كده؟ وعن طريق طبعا صفحه الفيسبوك الخاصه بيك اسمها روفا ويدنج بلانر، صح كده؟ صح. تمام. هو مين بيشجعك او بيدعمك في الموضوع ده اكتر؟ هو بصراحه ماما بتشجعني جدا ان انا ابقى حاجه، واهلي كلهم طبعا. اصل بالذات ان انت بنت وبتسافري فعلا محافظات صعب كتير، بالذات ان على بنت انها تتعامل مفيش مع امان الايام دي كمان. مع كل الناس طبعا. بس انا الحمد لله يعني التوفيق من ربنا في الاول، ثم اهلي وماما، والحمد لله ان انا عديت في المواقف دي يعني. احنا طبعا بندعم كل شخص ناجح في مجاله من خلال برنامج فكرة، ونتمنى لك ان انت تبقي ناجحة دائما في مجالك وتكبري ويجيلك شغل مش محافظات مصر بس، يبقى بره مصر كمان. اتمنى. في موضوع الويدنج بلانر، ويعني احنا مبسوطين ان انت بتعملي حاجة بتنشر البسمة والسعادة على وجوه الناس. يعني موضوع الزينة او التزين حاجة بتبقى جميلة على نفس الناس او كده، فطبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. انت كنت عايزه نعمل مداخله بس للاسف مفيش وقت، بس هنقول اسمها يا استاذه امل غالي، صح؟ فانت كنت وجهي لها بقى شكر كده في النهايه. صراحه هي وقفت جنبي كتير بصراحه يعني، ويعتبر ده اكتر حد كان بيشجعني وكان بيخاف عليا كل ما بقع بصراحه. وبشكرها جدا 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 على كل حاجه عملتها معايا. شرفتيني ونورتيني في الاستوديو. يا حبيبتي. اعزائي المشاهدين فاصل واستنوا.